تخيل معايا كده لعيب طالع من شوارع ليفربول وعمره ما لعب لفريق ليفربول، ومش بس كده، ده كمان كان بيشجع المنافس بتاعهم في المدينة اللي هو ايفرتون، وبقى اسطورة لفريق بينافس ليفربول على اكتر بطولات في الدوري الانجليزي وهو مانشستر يونايتد. عنده 16 سنة بس وبيحط جون عالمي في ارسنال يخلي العالم كله يقف ويتفرج. الولد ده ما كانش لعيب عادي، ده كان وحش مقاتل وهداف بالفطرة. فالنهاردة هنتكلم عن واحد من اعظم اللعيبة اللي عدوا على مانشستر يونايتد والدوري الانجليزي كله، وهو وين روني، اللي بدأ صغير وخلص كأسطورة. ومش بس كده، ده بقى واحد من اعظم اللعيبة اللي انجلترا شافتها، كسر ارقام قياسية وكسب بطولات كتير، واثبت انه واحد من اكتر اللعيبة موهبة في تاريخ الكرة الانجليزية. لو نفسك تبقى احسن مهاجم في العالم، شكله كده في شرط مشترك، انك تكون مبني زي الوحش، زي كريستيانو رونالدو وزلاتان ابراهيموفيتش وايرلينج هالاند. بس فجأة طفل صغير من ليفربول جه وكسر كل التوقعات دي، وبقى واحد من احسن المهاجمين اللي انجلترا طلعتهم في تاريخها. بس لا استنى، مش بس كده، ده بقى واحد من اعظم اللعيبه اللي انجلترا شافتها. انت عارف وين روني كاسطوره من اساطير مانشستر يونايتد، بس الغريبه انه اتولد في ارض الاعداء ليفربول، فازاي بقى واحد من اكبر رموز اليونايتد؟ روني وهو صغير كان بيشجع ايفرتون، ومن هو عنده 9 سنين انضم للنادي بعد ما اكتشفه كشاف مواهب، ولما كان عنده 11 سنه كان تميمه في ديربي الميرسيسايد اللي هو ليفربول وايفرتون. يعني ممكن تقول انه اتعلم يكره ليفربول من صغره. وين روني بسرعه بقى موهبه خارقه في البلد، وهو عنده 15 سنه كان بيلعب مع فريق ايفرتون تحت ال 19 سنه، ولما بقي 16 سنه ساعد الفريق انه يوصل نهائي كاس الاتحاد الانجليزي للشباب، وسجل هدف في النهائي، وكشف عن تيشيرت مكتوب عليه دايما ازرق. بس بعد سنتين بالظبط الولد اللي قال انه عمره ما هيسيب الازرق بقى لابس احمر. ازاي حصل كده؟ في 2002 روني بدأ يلعب مع الفريق الاول لايفرتون، واول ظهور رسمي ليه في اغسطس بدأ اول ماتش في موسم 2002-2003 ضد توتنهام، وعمل اسيست في الماتش ده. وسرعان ما بقى جزء مهم جدا من الفريق الموسم ده، لعب 33 ماتش في الدوري وسجل 6 اهداف. ورغم انه كان لسه عيل صغير، بس بسرعه ورى الكل انه لعيب ماتشات كبيره. قبل ما يتم 17 سنة ب5 أيام سجل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة ضد أرسنال، وكسر سلسلة اللا هزيمة بتاعتهم واللي كانت 30 ماتش. الهدف ده خلى روني أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ البريمير ليج وقتها. ومش ده بس الرقم القياسي اللي كسره، كسر أرقام تانية كمان، زي إنه بقي أصغر هداف في تاريخ إيفرتون، وتاني أصغر لعيب لعب للفريق. الموسم اللي بعده بقي أحسن وأحسن، عمل 11 مساهمة ما بين أهداف وأسيستات في 34 ماتش في الدوري، وبدأت الأندية الكبيرة تراقبه. ايفرتون عرضوا عليه عقد جديد وقتها، وكان أكبر عقد عرضوه للاعب في تاريخهم كله. ولازم تعرف إنه كان لسه عنده 18 سنة، بس رغم إن العقد كان مغري ما كانش كفاية يخليه يكمل. نيوكاسل ومانشستر يونايتد كانوا عايزينه، وفي الآخر يونايتد هم اللي خطفوه ب 27 مليون باوند، وده خلى روني أغلى مراهق في العالم وقتها. فيرجسون بنفسه اعترف إن الصفقة دي وقتها عملت قلق، خصوصا إنهم دفعوا فيه أكتر من اللي دفعوه في كريستيانو رونالدو الموسم اللي قبله. فالناس كلها كانت بتسأل الرهان ده هيكسب ولا لا. روني جاوب على السؤال ده بأقوى طريقة ممكنة من أول ماتش ليه بقميص مانشستر يونايتد. أول ظهور ليه كان في دوري الأبطال أوروبا ضد فنربخشة، وسجل مش بس هدف ولا 2، لا سجل 3. الولد ده سجل هاتريك كده بكل بساطة في أول ماتش ليه، وفي الماتش ده كمان عمل اسيست، والاسيست ده هو اللي قدمه للعالم كله. الناس كلها بدأت تركز مع وين روني، وكان واضح ان الولد ده جاي وعنده هدف كبير. خلص الموسم ده وهو مسجل 17 هدف، اغلبهم في ماتشات كبيره، سجل في السيتي وارسنال وليفربول، وكمان جاب هاتريك ضد نيوكاسل. ورغم انه كان لسه صغير الا انه كان بيرعب اي دفاع بيقابله في انجلترا، ولسه دي كانت البدايه. في نص موسم 2004-2005 روني كسب جائزه الفتى الذهبي الجولدن بوي، وكان تاني واحد في التاريخ ياخدها قبل حتى ما ميسي ياخدها. قد ايه كان موهوب وكمل يتطور اكتر واكتر. في اخر الموسم كان هداف مانشستر يونايتد، وكمان خد جايزه افضل لاعب شاب في انجلترا. والموسم اللي بعده احتفظ بالجائزه دي كمان. اول بطوله ليه كلاعب محترف كانت في موسم 2005-2006 لما ساعد اليونايتد يكسبوا كاس الرابطه الانجليزيه، وسجل
سجل هدفين في النهائي، رغم انه كان من اصغر اللعيبه في الفريق لكنه كان من اهمهم. وكمان خد جايزه افضل لاعب من اختيار الجماهير وهو لسه عنده 20 سنه بس. وفي موسم 2006-2007 عمل 26 مساهمه ما بين اهداف واسيستات في 35 ماتش، وساعد مانشستر يونايتد يكسبوا الدوري الانجليزي، وكان اول دوري ليه من بين كتير جايين بعد كده. الموسم ده كان بدايه علاقه حب بينه وبين جمهور اليونايتد، خصوصا لما سجل هدف متاخر ضد فريقه القديم ايفرتون، وقام باس الشعار بتاع مانشستر على التيشيرت كانه بيقول للجمهور انا واحد منكم، والجماهير حبته اكتر بسبب الحركه دي. ومع كل الحماس اللي كان عليه موسم 2007-2008 كان المفروض يبقى موسمه الكبير، ده حتى ادوله التيشيرت رقم 10، والكل كان مستنيه يعمل موسم ناري. بس اول يوم في الموسم حصلت له مصيبه، لانه في اول ماتش في الموسم اتصاب وكسر عظمه في رجله الشمال، وده كان مقلق جدا لانه كان نفس نوع الاصابه اللي جات له من 3 سنين قبل كده. بس الحمد لله الاصابه ما طلعتش جامده قوي، غياب 6 اسابيع بس، وبعد ما رجع سجل هدف الفوز الوحيد ضد روما في دوري الابطال، وخلص الموسم ده وهو عنده 32 مساهمه تهديفيه، وساعد مانشستر يونايتد يفوزوا بالثنائيه دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي. الموسم اللي بعده باصغر لعيب في تاريخ البريمير ليج يوصل ل 200 ماتش، وكمل وساعد اليونايتد يكسبوا الدوري للمره الثالثه على التوالي، ووصلوا نهائي دوري الابطال للمره الثانيه ورا بعض، بس للاسف خسروا النهائي قدام برشلونه. الصيف ده كريستيانو رونالدو مشي لريال مدريد وساب مسؤوليه الهجوم كلها على وين روني، والراجل كان قدها وزياده. روني رفع مستواه بشكل خرافي قدام الجون، الموسم ده كان اعلى موسم تهديفي ليه، سجل 34 جون في 44 ماتش في كل البطولات. في دوري الابطال سجل 4 اهداف ضد ميلان في دور ال16، 2 منهم كانوا في ماتش العوده على ملعب سانسيرو، وده خلى مانشستر يونايتد يحققوا اول فوز ليهم هناك على ميلان. روني فعليا بقى النجم الاول للفريق، ورغم الاهداف الكتير دي الفريق بس قدر يكسب كاس الرابطه، وخسروا الدوري بفارق نقطه واحده، وخرجوا من دوري الابطال في دور الثمانيه. وبرغم انه كان قريب جدا من لقب الدوري، روني حصل على كل الجوائز الفرديه الكبيره، لاعب الموسم في الدوري الانجليزي، لاعب السنه في تصويت الصحفيين، وكمان لاعب السنه في تصويت اللعيبه والجماهير. ممكن تقول ان وين روني وصل لقمه مستواه الموسم ده، بس للاسف تراجع مستوى الفريق وخساره نجوم كبار زي كريستيانو رونالدو بدا مستواه ينزل شويه في موسم 2009-2010. في الوقت ده روني قدم طلب رسمي انه يمشي من مانشستر يونايتد، كان حاسس ان النادي مستواه وقع وكان نفسه يروح حته تانية، والحركه دي بوظت علاقته بالمدرب السير أليكس فيرجسون، حتى مع انه في الاخر قعد وممشيش، بس مجرد انه طلب الرحيل سابه غصه في قلب فيرجسون. وروني بنفسه اعترف بعدين ان علاقتهم عمرها ما رجعت زي الاول بعد اللي حصل. المهم روني كمل في اليونايتد، وفي موسم 2010-2011 قدر يرجع اليونايتد لقمه الدوري تاني، ساعدهم يكسبوا الدوري الانجليزي ووصلوا لنهائي دوري ابطال اوروبا. ورغم ان روني سجل هدف عالمي في النهائي، بس خسروا التاني قدام برشلونه. وروني كمل وقاد اليونايتد لبطوله الدوري التاني سنه 2013، بس دي كانت اخر بطوله دوري ليه مع النادي. في الصيف اللي بعده السير أليكس فيرجسون اعلن اعتزاله ومشي، وساعتها ناس كتير توقعت ان روني كمان هيمشي، اتربط اسمه بتشيلسي وارسنال وباريس سان جيرمان وحتى ريال مدريد. بس المدرب الجديد ديفيد مويس كان مصر ان روني مش للبيع، وفي الاخر روني فضل في الاولد ترافورد، بس غالبا كان بيتمنى انه كان مشي، لان موسم 2013-2014 كان اسوأ موسم ليه بقميص اليونايتد. في 2014 وبعد ما فيديتش مشي من النادي، روني بقى كابتن الفريق، وفي موسمه الثاني ككابتن قادهم للفوز بكاس الاتحاد الانجليزي، وكمل كابتن معاهم، وكسب معاهم كمان كاس الرابطه وكاس الدوري الاوروبي اليوروبا ليج، قبل ما يسيب النادي سنه 2017 ويرجع تاني لفريقه اللي بدأ فيه ايفرتون عشان يختم مسيرته هناك. رجع وقضى سنه واحده بس في الميرسيسايد، وسجل 10 اهداف في الدوري، ووصل اجمالي اهدافه في البريمير ليج ل 208 هدف، وده خلاه ثالث اعلى هداف في تاريخ الدوري الانجليزي. لحد دلوقتي روني هو اللاعب الوحيد اللي موجود ضمن اعلى 5 لعيبه في تاريخ البريمير ليج من حيث الاهداف والاسيستات مع بعض، وكمان هو الوحيد اللي سجل اكتر من 200 هدف وعمل اكتر من 100 اسيست في البريمير ليج.
وساب مانشستر يونايتد وهو الهداف التاريخي للنادي، وده بيخليه واحد من اعظم واهم الشخصيات اللي عدت على تاريخ يونايتد. وكمان مع منتخب انجلترا روني من اعظم اللعيبه اللي لعبت في المنتخب ده. دلوقتي هو تاني اعلى هداف في تاريخ منتخب انجلترا، بس مع روني الموضوع ما كانش مجرد ارقام وخلاص. الولد ده كان ممتع، موهوب وفنان في فتره قوته، كان بيلعب كمهاجم صريح او مهاجم تاني، ولما كبر شويه وبأقل حركه بدا يرجع يلعب ورا اكتر كصانع لعب، واحيانا كلاعب وسط مهاجم. حتى لما سافر امريكا ولعب في الدوري الامريكي الMLS وهو كان تخين شويه وكبر في السن، كان لسه بيعمل فرق. سجل 39 مساهمه تهديفيه في 52 ماتش مع DC يونايتد بسبب موهبته الطبيعيه ومهاراته العاليه. روني كان ممكن تحطه في اي مركز في الملعب وهيقضي كويس، بس طبعا كان كل ما يقرب من الجون بيبقى اخطر واخطر. روني كان هداف بالفطره رغم انه مش طويل، طوله كان حوالي 1.76 متر ومش ضخم زي المهاجمين التقليديين، الا انه كان بيجيب كل انواع اهداف سهله، ضربات راس، كور مقوصه، فاولات، صواريخ من بعيد، اهداف بهلوانيه برجله الضعيفه برجله القويه، كان كله شغال. اي نوع اهداف تحبه كان بيعمله. وطبعا الجدل عمره ما هيخلص حوالين مين اعظم مهاجم في تاريخ البريمير ليج، كل واحد وليه رايه، بس المؤكد ان اسم روني دايما هيطلع وسط النقاش ده. روني كان من اعظم الهدافين في جيله، ويمكن اكتر مهاجم صانع لعب شافه الدوري الانجليزي، وعلشان كده اتحط تاني مهاجم بعد ألان شيرر يتم تكريمه في قاعة مشاهير البريمير ليج. وطبعا كريستيانو رونالدو كسب الكرة الذهبية وهو بيلعب مع مانشستر يونايتد، بس لما تبص على اللي عمله روني للنادي والمدة اللي قضاها هتحس ان روني ممكن يتوصف انه اسطورة مانشستر يونايتد الحقيقية اكتر من رونالدو، ومش هتبقى مجنون لو قلت انه ممكن يكون اعظم لاعب في تاريخ النادي. فقول لي في الكومنتات تحت انت بقى شايف ايه، روني هو اعظم لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد ويجي ترتيبه كام بالنسبة لاعظم لعيبة الدوري الانجليزي في رايك؟ واتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واستنونا في حلقات جايه كتير.